السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مشروبات كده مطلوبة جدا في رمضان. هنعمل أول حاجة الكركديه ومعاه حتة تمر هندي كده صغيرة، بتدي الكركديه تست عالي قوي. ده شوية كركديه شطفتهم كده بشوية مية، وحطيت حتة صغيرة تمر هندي، وهقوم مزودة مية واسيبه من بالليل للصبح. ده كده ينفع جدا لمرضى ضغط الدم العالي، انما لو غليتيه بيعلي الضغط. فانما هو وهو مبلول كده ممتاز جدا لمرضى الضغط. هنسيب بقى الكركديه مع نفسه يعمل يتبل بقى. بليته من قبلها بيوم، وهنبدأ نعمل الخروب والدوم. هنجيب معلقتين سكر ونحطهم كده عشان نكرملهم، عشان يدوا الخروب اللون الحلو. لان لو الخروب بليتيه او غليتيه لوحده كده اهو، هيديكي لون فاتح، مش هيبقى زي بتاع الشارع. هتحطي معلقتين السكر وتسيبيهم كده على النار لحد ما يدوكي اللون ده، وهتنزلي عليهم بالميه والخروب وتسيبيه يغلي بقى على قد ما تقدري. وكل ما كترتي كميه الخروب وسبتيه يغلي وسبتيه يغلي جامد، يعني كل ما اداكي تقل. لو عايزاه خفيف بتقللي طبعا كميه الخروب، بس طبعا كل ما يبقى تقيل كل ما يبقى احلى. اهو انا كفايه كده قوي، اللون ده كويس. انزل بقى بالميه، انزل بالميه بالشكل ده، وتغلي بقى مع بعض. هي هتدوب مع الخروب. اهو الخروب اهو انا برضو شطفته، وهنزل بيه بقى كده، سيبه يغلي مع نفسه لحد ما يعني يغلي جامد. وهزوده بقى شوية مية كده، واسيبه على جنب يغلي. ونعمل بقى الدوم برضو هنحرق اهو الدوم اهو. هنحرق برضو معلقة سكر، الدوم مجروش. معلقة سكر واحدة كده، التاني كان معلقتين سكر، كان الكمية اكتر لاني عشان عايزة اللون اغمق. دي معلقة سكر واحدة بالشكل ده، هنسيبها تتكرمل مع نفسها. وبرضو نفس الطريقة ننزل بالمية وبعدين الدوم ونسيبهم يغلوا. هي دي اسلم وانجح طريقة للدوم والخروب. ولا بقى ولا الوان، يعني معظم اللي في الشارع ده حاطين له الوان عشان يديك اللون ده، الوان وطعم. انما ده حاجات طبيعية عندك في البيت، انت اللي عاملاها، لا فيها الوان ولا مواد حافظة ولا اي حاجة خالص. اهو بس كده. وننزل برضو بالمية، هي معلقة السكر بس كفاية، عشان الدوم بيبقى لونه افتح كتير من الخروب. حتى السكر هنا خليته افتح من الخروب. هنزل بقى بالمية كده اهو، وبعدين انزل بالدوم واسيبهم يغلوا مع نفسهم كده لحد ما يغلوا تماما، لحد ما الدوم بقى ينزل نكهته هو والخروب واللون بتاعه والطعم وكل حاجة. اسيبهم بقى يغلوا مع بعض، وبعدين نبدأ بقى مرحلة التصفية، ونحط لهم السكر ونظبطهم. اهم التلاتة اهم، بس هو الكركديه بس اللي كنت نقعها قبلها بيوم، انما دول كنت عاملاهم مع بعض. هجيب بقى مصفى وبولة كده اصفي فيها. انا صفيته يا جماعة 3 مرات، يعني كل واحد صفيته 3 مرات علشان خاطر ما يبقاش فيه شوائب كتير. دي اول مرة اهو من التصفية. بصوا هو تقيل ازاي، حسب بقى ما انت عايزة تخفيه. خفيه الدوم اهو، ده تاني مرة اصفيه فيها، وهصفي مرة تالتة كمان. وبعدين بقى اهو صفيته المرة التالتة، وبعدين هبدأ بقى اسكره. السكر حسب رغبتكم، حسب رغبة كل واحد. اللي بيحبه مسكر يزود السكر، واللي بيحبه سكره قليل كنبه. حطيته في ازازة اهو، واسيبه بقى احطه في التلاجة.
همسك بقى الخروب. تاني حاجة الخروب برضو نفس الطريقة. بصوا الخروب لونه جميل ازاي وغامق ازاي، حلو جدا جدا. مش هتفرقيه في اللون والشكل عن بتاع الشارع، انما الطعم والله العظيم احلى مليون مرة. هننزل، انا صفيته برضو 3 مرات بس ما جبتش. وننزل بقى بالسكر، وتخفي بقى درجة التقل على حسب اللي انت عايزاه. حطيته برضو هو كمان في كوبايه في ازازة. وهمسك بقى الكركديه والتمر هندي واصفيهم برضو نفس الشيء. ده ما بيحتاجش تصفية كتير لان ما فيهوش شوائب كتير اهو. وانزل بقى بالسكر. الكركديه بيحتاج سكر اكتر كتير من الدوم والخروب. فاهو بصوا، ده لون الكركديه، انا بحبه يكون تقيل ومركز كده. اهو ده شكله النهائي، ده الدوم والخروب وده الكركديه على التمر هندي. يا جماعه قطعه التمر هندي اللي مع الكركديه سوري بتدي مزازه وتست حلو قوي قوي قوي. جربوها كده القطعه دي، مش هتخسروا حاجه. بس تجربه مفيده جدا وتستاهل ان انتوا تجربوها. المزازه بتبقى روعه روعه. انا عن نفسي مش بحب التمر هندي يبقى لوحده. تمر هندي بحطه مع الكركديه. طبعا هو داخل علينا الصيف، مش شرط المشروبات دي نعملها في رمضان بس، داخل علينا الصيف. هنعمل المشروبات دي مشروبات طبيعية مفيدة ومغذية، ومش هتضرنا بحاجة زي البيبسي والحاجات دي كلها. حاجات ما عاملاها في البيت لولادك ساقعة كده في حر الصيف، هتبقى مطلوبة جدا وفي نفس الوقت مفيدة. بصوا يا جماعة، في مشروبين من دول مفيدين جدا لمرضى ضغط الدم: الدوم والكركديه. الكركديه المنقوع اللي انا عاملاه ده. الدوم مفيد جدا، بيخفض الضغط هو والكركديه. جربوهم بطريقتي. ولو عجبتكم الطريقة والحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.